أهلا بيكم في كابتشينو، معاكم شيرين وجيه. النهاردة في كابتشينو هنتكلم عن الجزء الثاني من المسلسل الرجل ذو الوجه الآخر. زي ما عرفنا في الجزء الأول إن عزت اختفى يوم فرحه وساب كل حاجة بيملكها، حتى محفظته لقوها وما كانتش معاه، ومعرفوش عزت راح فين. وفي أيام اختفائه ظهر لنا حسين وهبي المثال المعروف اللي ابتدى يتقرب من أميرة وحبها وعرض عليها الجواز وهي وافقت. بس يوم ما حسين راح عشان يتقدم لها عزت كان راجع. هنعرف النهاردة في الجزء التاني يا ترى ايه اللي هيحصل مع عزت، ويا ترى أميرة هتفضل حسين وهبي ولا هترجع تاني لعزت بما انها كانت بتحبه. وهنعرف يا ترى البلاقوسي ليه دخل في كل الأحداث دي ولا ملوش دخل. خلونا تاني نفتكر الأبطال مع بعض. الأبطال معانا محمود مرسي، فردوس عبد الحميد، سناء شافع، محمود عزمي، حسن عابدين، زوزو نبيل، ليلى يسري، حسن حسني، عزت المشد، جمال عبد الحميد، إنعام سلوسة، من تأليف عبد الرحمن فهمي وإخراج مصطفى أبو حطب. يلا نحضر فنجان الكابتشينو بتاعنا ونشوف الجزء التاني بيقول إيه. الرجل ذو الوجه الآخر. بتفتح أميرة الباب بس بتلاقي عزت قدامها وبيغمى عليها. انت ايه اللي جابك؟ طلعت لنا من انهي داهيه؟ انا اسف يا مرات عمي. يا اخي عمد دبر. اميره فوق يا اميره. بتتحرك. ولما بتفوق بتطلع اوضتها مع عفاف ورئيفه. فتح الله بيطلب من عزت يحكي له كان مختفي فين طول الفتره دي، بس في وقتها جرس الباب ضرب. بيروح عزت علشان يفتح الباب وبيكون هناك حسين وهبي. ولما بيسأل على فتح الله عزت بيقوله انه مش موجود، ولما سأل على أميرة قال له برضه مش موجود وقفل الباب في وشه. مين يا عزت؟ واحد كان عاوزك وزعته؟ لأن الظرف ما يسمحش ان احنا نستقبل اي ضيوف دلوقتي، وانه عايز يقعد يتكلم معاه على انفراد. بس فتح الله قال له ان ده كان حسين وهبي المثال المعروف وفي ميعاد ما بينهم. عزت قال له بس ده سأل على أميرة. ايوه ما هو كان جاي عشان يخطبها. ايه؟ هنا ابتدى عزت يزعق ويقول له ان أميرة خطيبته وان استحالة حد غيره يتجوزها، وان ممكن يموت حسين وهبي لو فكر يقرب من أميرة. وتفتكر أميرة هتقبل تتجوزك بعد الفصل اللي عملته؟ افتكر لما تعرف اللي حصل هتعذرني. ولما سأله فتح الله عن الحقيقة قال له انه كان فاقد الذاكرة. قال له انه لما ساب ابوه من 9 سنين وراح اشتغل في المقاولات، في مرة وقع من على السقالة على دماغه، وساعتها حصل له حالة فقدان ذاكرة، ورجع التاني بعد أسبوعين. ومن ساعتها كل فترة بتجيله حالة فقدان الذاكرة، وكل مرة الفترة بتبقى فيها أطول من اللي قبلها. ويوم الفرح جات له النوبة. فتح الله لما سمع كده صعب عليه حال عزت جدا. يا سلام، إن بعد الظن اسم. طبعا يا عمي، انما بعد ما عرفت السبب اظن هتعذرني. طبعا يا عزتي ابني. واميرة كمان هتسامحني. بس قال له يسيبه ويشوف موقف أميرة ايه، لأن الموقف بقى صعب بعد ظهور حسين وهبي. بس عزت أكد له إن أميرة لسه بتحبه، ومع ذلك قال له إنه هو هيمشي دلوقتي وهيجيله تاني يوم بالليل في نفس الميعاد علشان يعرف منه الرد. يبقى كويس أكون درست الموقف وشاورت ووصلت الرأي. نروح لحسان المكتب هنلاقي عنده حسين، وابتدى يحكي له عن اللي حصل، وقال له إن كان في واحد هناك شاب قفل في وشه الباب، وقال له كمان إنه متأكد إن فتح الله كان جوه ونكر نفسه عنه. بس حسان قال له إن دي حاجة غريبة جدا، لأن فتح الله مش من النوع اللي بينكر نفسه. هما ما عندهمش شبان صغيرين. انا متهيألي شفته قبل كده. فين؟ مش عارف بالظبط، لكن عينيه مش غريبة عليا ابدا. حسان قال له إن هما لازم يكلموا أميرة في التليفون ويفهموا منها إيه اللي حصل بالظبط. ولما اتصل حسان رد عليه فتح الله وقال له إن عزت رجع، وإنه هيروح له المكتب الصبح الساعة 10 علشان يحكي له على كل حاجة عزت قالها له. ولما حسان بيسأله على أميرة قال له إنها نايمة. عرفت بقى مين اللي قفل الباب في وشك؟ ده عزت خطيبها الاولاني. ايوه يا سيدي، رجع النهارده لاجل بختك المايل. حسان قال لحسين وإنه تسرع في قراره مع أميرة، لأنها دلوقتي ممكن ترجع لعزت في أي لحظة، علشان ده هيكون رد أقوى لكرامتها. أنا خارج، عايز أمشي في الهوا اللي ما بتحشوش جدران.
تحت السما اللي ما يخبيهاش سقف. الصبح فتح الله راح لحسان وحكى له الحكايه اللي حكاها له عزت. واللي حسان مش بيقتنع بيها نهائي لأسباب كتير، مثلا المحفظة اللي كانت محطوطة في شق الحيطة، والصور اللي اختفت من الفيلا، لأنه لما سأل أميرة عليها لما رجعت من السفر قالت له إنها ما شالتش الصور من مكانها. هنا فتح الله قال له إن إحنا قلنا إن شعبان هو اللي دخل وأخد الصور، ولما حسان قال له هو عرف منين بوجود الصور دي في الفيلا وإن إحنا هنسلمها تاني يوم للمباحث، قال له إن أنت اللي قلت لشعبان ده بنفسك لما رحنا له وقلت له إن أنت هتبلغ. قال له ده كان بعد اختفاء الصور مش قبلها. اهي دي فاتتني دي، انما برضو ما يغيرش رأيي في ان شعبان هو اللي سرق الصور علشان يمنعني من البحث عن عزت. بس فتح الله بيفضل برضو مقتنع إن عزت مش بيكتب. حسان قال له إنه لازم الأول يجاوب على كل الأسئلة دي قبل ما يكتب كتابه على أميرة. ومين قالك إن هكتب كتابه على أميرة ولا هوافق حتى على استمرار خطوبتهم؟ يعني انت مش عايز الجوازة دي تتم؟ لا طبعا. صحيح رئيفة كانت عاوزاها تتم وصممت، لكن أنا قلت لها مستحيل. وإنه موافق على حسين وهبي وكمان أميرة موافقة عليه. حسان قال له إن حسين مشي زعلان من الموقف اللي حصل وإنه مش هيكلمهم تاني، بس فتح الله قال له إن هو هيصالح حسين بس على شرط إن هو يجيبه له النهارده الفيلا قبل الساعة 7 علشان يتمم خطبة أميرة لحسين قبل ما عزت يوصل ويحطه قدام الأمر الواقع. هدور لك عليه واجيبه من تحت الارض، انا سعيد جدا باللي هيحصل ده. اتفق حسين مع فتح الله إنه هيروح لعزت المكتب بحجة إنه يطمن عليه ويقول له الحمد لله على السلام. وفعلا بيروح حسين لعزت المكتب وابتدى يسأله هل الحكاية دي بتحصل له كتير؟ عزت قال له إنها فعلا حصلت له أكتر من مرة، بس حسن استغرب وقال له إن الموضوع غريب، إن كل مرة بتحصل له فيها حالة فقدان الذاكرة المحفظة بتاعته بتضيع منه. لا مش كل مرة يعني بتقع، يعني مرة بتقع ومرة بكون ناسيها في البيت ومرة في المكتب. ظروف بقى غريبة يا أستاذ حسان. فعلا. هنا حسان ضحك وقال له بعد كده لازم تحط في كل جيب ورقة فيها اسمك وعنوانك وصورة ليك. تمام، لازم أعمل كده فعلا. ولما حسان سأله هو كان قاعد فين طول الفترة دي، قال له إنه هو كان قاعد في لوكاندا اسمها لوكاندة الامتثال. اللي في شارع كمال؟ لا، اللي في شارع المليجي. إنما بتسأل وتدق ليه؟ قال له أصل لوكاندة الامتثال دي صاحبها عميل عنده في المكتب وإنه طلعه من 4 ضبطيات مخدرات. برافو عليك يا أستاذ، برافو. اللي على فكرة نعم، البلاؤوسي عميل عندك. البلاوسي اللي هرب من حكم إعدام؟ لا، ده ولد مدهش. عرفت هرب ازاي؟ هرب بطريقة ذكية جدا. قال له أنا كان في واحد صاحبه في المحافظة جه قعد معاه واتكلم وشرح له الطريقة اللي البلاؤوسي هرب بيها. قال له إن هو يوم المحاكمة بتاعته العصابة اللي تبع البلاؤوسي راحت خطفت السواق بتاع عربية الترحيلات وحطت مكانه واحد منهم، ولما ركب البلاؤوسي العربية مع العساكر بنجهم وبعد كده هرب. مؤكد وراها عصابة منظمة. أنا كنت فاكره زبون عندك والله. لا مع الأسف. حسان سأل عزت عن موضوع الصور، هل هو عنده علم باختفاء الصور اللي كانت موجودة عند عمه في الفيلا؟ بس عزت بيستغرب وبيقول إن هو ما يعرفش أي حاجة عن الموضوع ده. ولما سأله على بطاقته إن هي كمان ضاعت، قال له لا، البطاقة شعبان لقاها في الدولاب، أصلها كانت موجودة في وسط الحاجات في الدولاب. طيب يا سيدي، متشكرين على قهوة. ما بدري يا أستاذ، كفاية الحبة اللي ضيعتهم من وقتك الثمين. ولما مشي حسان من عند عزت كان عاوز ايه يا معلم؟ مش فاهم يا شعبان، إنما بيسأل أسئلة غريبة مش مستريح لها. بيبعت شعبان عبد الجبار ورا حسان علشان يراقب تحركاته. بيوصل حسان المكتب وبيطلب من السكرتيرة بتاعته إنها تطلع نمرة لوكاندة الامتثال اللي في شارع المليجي، وبيدخل يرد على التليفون بيلاقي فتح الله بيكلمه وبيسأله عن المقابلة مع عزت. دخلت السكرتيرة وقالت له إن مفيش لوكاندا بالاسم ده. معلش، أنا كنت متوقع كده برضو، ويمكن كمان مفيش شارع اسمه شارع المليجي. رجع تاني لفتح الله في التليفون وقال له إن عزت بيكذب في اسم اللوكاندا وكمان بيكذب في اسم الشارع، وقال له إنه هيروح لمدير المباحث ويخليه يتحرى أكتر عن اللوكاندا دي.
ولما سألوا فتح الله عن حسين وهبي، حسان قال له إنه هو خارج من المباحث هيعدي عليه في الاستوديو بتاعه ويبلغه باللي حصل. فعلا حسان بيوصل عند مدير المباحث، وبرضه بيفضل مدير المباحث مقتنع إن برضه الموضوع ده عادي جدا وإن مفيش وراه أي حاجة. بس وعد حسان إن هو هيشوف موضوع اللوكاندا وموضوع الشارع اللي قال عليهم عزت وهيبلغ. لما توصل لمعلومات عن اللوكاندا دي كلمني في التليفون. وهو كذلك، مع السلامة. في الوقت ده عبد الجبار كان بيتصل بشعبان وبيبلغه إن حسان راح المباحث بعد ما خرج من عند عزت من المكتب. معلم يظهر الراجل ده خطر قوي. تصور انه خرج من هنا على المباحث. مباحث؟ ما انت قلت لي سيبك تتصرف. النهارده هريحك منه. بيخرج حسان من المباحث وبيروح الاستوديو عند حسين وهبي، بس مش بيلاقيه، وكمان بيروح له البيت وبرضه مش بيلاقيه. طبعا عبد الجبار بلغ كل التحركات بتاعه حسان لشعبان، وشعبان قال لعزت ان هو بعد ما خرج من المباحث راح لحسان وهبي وما لقاهوش ولا في الاستوديو ولا في البيت بتاعه، وبعد كده راح رايح لفتح الله. وهنا قرر عزت بنفسه ان هو اللي هيخلص من حسين وهبي. اسمع، عاوزك تشوف لي واحد جدع. الجدعان كتير قوي يا معلمي. عاوز واحد مستعد يخش السجن. موجود يا معلمي. في الفيلا عند فتح الله بنلاقي ان عزت بيعرض على رئيفه وفتح الله ان هو هيكتب ال3 عمارات اللي عنده باسم أميرة، حتى كمان هيكتبهم قبل كتب الكتاب علشان يكون ضمان لأميرة لو جراله حاجة تاني أو حصل له حالة فقدان الذاكرة. طبعا رئيفة سمعت الكلام ده ووافقت على طول على كلام عزت، على عكس فتح الله اللي رفض المبدأ وصمم إن أميرة مش هتتجوز غير حسين وهبي. إذا كنتوا هتتخانقوا أنا شخصيا همشي، ما يصحش تزعقوا لبعض بالشكل ده وأنا قاعد، لا ما يصحش. احسن برضو انك تمشي. مع السلامة. بيفضل عزت يدور على الخطة علشان يقتل بيها حسين وهبي ويبعده عن أميرة. فرج الله. مساء الخير يا عزت بيه، يا مساء النجف. مساء النور. فين امال الاستاذ حسين وهبي؟ ما جبتوش ليه؟ وفي يوم حسان بيقابل فكري مدير المباحث صدفة في كافيتيريا، وبرضه بيفتحوا موضوع عزت، واللي برضه مصمم مدير المباحث يقوله إن مفيش أي حاجة ورا عزت غير نقطة اختفاء الصور دي، ممكن اللي فيها حاجة تحير في الموضوع وإن فيها شبهة، وإن هما محتاجين يعرفوا مين اللي ورا اختفاء الصور دي. ايه اخبارك انت مع البلاوسي؟ حطيت ايدي على كل الخيوط، ما فاضلش الا نقطة واحدة بس. البلاوسي فين؟ لا بسيط. رد عليه فكري وقال له إن هما اتبعوا كل تحركاته من بعد ما هرب، والشهود قالوا إنه دخل بيت ولسه ما خرجش منه، وطبعا لما راحوا فتشوا البيت ده ما لقوش فيه أي حد، والغريبة كمان إن البيت ده ملوش مخرج تاني علشان يعرف يخرج منه. وهما بيتكلموا بيدخل عليهم واحد وواحدة في كافيتيريا. حسان هنا بيقوله إنه خلاص عارف مين اللي أخد الصور من الفيلا. الولد أبو قميص أزرق ده يبقى شعبان أفندي شخصيا. شعبان وكيل عزت؟ أيوة. والبنت اللي معاه دي تعرف حضرتك تبقى مين؟ دي عايشة الخدامة اللي عند أميرة. بس برضه فكر مدير المباحث صمم وقال له إن ده شيء طبيعي إنها تكون عملت كده علشان يفضل شعبان ياخد من فلوس عزت قبل ما عزت يرجع تاني. لكن برضه حسان مش بيقتنع بكل الكلام ده، وطلب من فكري إن هو يجي معاه ويشوف عزت بنفسه. انت لو شفت عزت غصب عنك هتحس بالإحساس ده. ولما دوروا على حاجة يروحوا بيها قال له إحنا هنقول إن أنت بتدور على شقة تمليك عند عزت، وفعلا بيروح المكتب عند عزت، وأول ما بيوصلوا هناك شعبان بيخش يقول لعزت: مالك يا شعبان؟ مدير المباحث. مدير مباحث؟ جاي ليه؟ الأبوكاتو جايبه. ولما بيدخلوا عليه حسان بيعرف فكري على إنه عزمي صاحبه المحامي اللي بيدور على شقة تمليك. بس هنا عزت قال له إن هو للأسف ما بيشتغلش في شقة التمليك، بس وعده إن هو هيدور له على شقة. هنتكل على الله وعليك يا عزت، بس اوعى تفقد الذاكرة قبل ما تشوف لنا موضوع الشقة ده. نسي اسمه وعنوانه فاضطر يسكن في لوكاندا الامتثال. بس هنا عزت صحح له المعلومة وقال له إن اللوكاندا اسمها لوكاندا النور. ده انت فكرتني. تصور لحد دلوقتي سايب حاجاتي في اللوكاندا، اما نبه عليهم يبعتوها لي. وفعلا عمل مكالمة قدامهم وكلم واحد اسمه منعم وقال له إن هو اسمه محمود سالم اللي كان قاعد عنده، وهيبعت له باقي الفلوس عشان ياخد من عنده بقية لبسه.
اصل وانا ناسي اسمي كتبت في دفتر اللوكاندا اي اسم طلع في دماغي. محمود سالم. ايوه سعادة البيه. ولما بيدخل شعبان بالقهوة فكري بيقول له ان هو متأكد انه شافه قبل كده، ولما قال له ان هو شافه النهارده مع واحدة قال له ان دي عيشة قريبته، وفعلا عزت قال له انها قريبته وان هو اللي مشغلها بنفسه عند فتح الله في البيت. متشكرين على القهوة يا عزت بيه. العفو. العفو سعادة البيه. يلا بينا يا حسان. ما وصيكش يا عزت بيه على الشقة. ان شاء الله ان شاء الله. مع السلامة سعادة البيه. بيخرج فكري وحسان، وبرضه فكري بيصمم انه مفيش اي حاجة وعادي جدا الا في حالتين اللي هو عايز يعلق عليه. اول نقطة الارتباك اللي اصابهم لما شافوك. مظبوط. وتاني نقطة المكالمة المتعمدة للوكندة النور. صح. بس هنا بيقرروا هما الاتنين ان هما يقطعوا الشك باليقين ويروحوا لوكندة النور علشان يتأكدوا فعلا من وجود عزت فيها طول الشهر ونص اللي فاتوا ولا لا. وفعلا لما بيروحوا اللوكاندا بيقابلوا هناك منعم وبيقولهم ان فعلا محمود سالم ده كان موجود. ولما بيسألوه كان موجود بقاله قد ايه قال لهم ان هو كان موجود بقاله شهر ونص، وان هو كان عنده حالة فقدان ذاكرة وبينسى هو مين. ولما قالوا له عايزين وصف ليه طلع لهم صورته وقال لهم هو سايب الصورة بتاعته علشان لو جراله حاجة يعمل نشرة ويخلي اي حد يدل على مكانه، حتى كمان سايب له 5 جنيه المكافأة. الو سعادة البيه. ايوه يا عبد المنعم، حد جالك؟ قولي وشربوها. براوة على مخك يا منعم. ومن هنا بيتأكد عزت ان هو لازم يخلص من حسان في اقرب وقت، فبيبتدي ياخد شعبان وبيروح عند صابر وبيتفق معاه على ان هو يقتل حسان، وابتدى يشرح له الخطة هتمشي ازاي. ده رسم الشارع، هنا العمارة اللي فيها مكتبه، وهنا بقى الموقف اللي بيركن فيه عربيته. واخد بالك؟ واخد. انت بتعرف تسوق قبله؟ بعرف. عندك عربية؟ ما حصلش. طب الصبح تشتري عربية من المقاولة؟ لا، بره المقاولة، هدفع لك تمام. واجب. طيب شايف الناصية دي؟ ايوه. هتقف بعربيتك اللي هتشتريها عندها. واخد بالك؟ واخد. هو هينزل من مكتبه ما بين 10 و11 مساء. هتعرف انه نزل لما ينطفي النور اللي في الأوضة اللي معلم لك عليها دي. شايفها؟ شايف. أول ما ينطفي النور تدور موتور العربية وتخلي عينك على باب العمارة. أول ما يخرج تطلع بالعربية، هيمشي على الرصيف قيمة 50 متر، تخلي عينك عليه. أول ما يبتدي يعدي الشارع عشان يروح الموقف ياخد عربيته، تطلع انت على آخر سرعة واروح لهفه تحت العجل. عليك نور. ده كان ملخص الجزء الثاني من الرجل ذو الوجه الآخر. أنا عارفة إن هيبقى لسه فيه جزء ثالث، بس هو حقيقي المسلسل طويل جدا والمسلسل مليان أحداث، لازم ما نوقعش أي حدث فيه عشان ما يأثرش على تسلسل الأحداث بتاعنا. وأنا عايزاكم لما تيجوا تسمعوا المسلسل تبقوا مركزين في اللي بنسمعه، مش هنقول 5 ساعات كلهم نلخصهم في نص ساعة. علشان كده أنا قررت إن المسلسل ده لازم يبقى على أجزاء علشان نعرف نستمتع بيه كويس. كالعادة هسيب لكم لينك الجزء التاني علشان تسمعوا المسلسل بأصوات الممثلين وتعيشوا معاهم الحكاية زي ما عيشوا هنا، وهنعرف يا ترى فعلا خطة عزت في قتل حسان هتنجح ولا مش هتنجح. وهنعرف برضو أميرة هتختار مين، هتختار حسين ولا هتختار عزت. كل الحاجات دي احنا هنعرفها في الجزء الثالث، وأوعدكم إن شاء الله هيكون الأخير وتستمتعوا بيه زي إن شاء الله ما هتستمتعوا بالجزء الثاني، وإن شاء الله تستمتعوا بالجزء الثالث. الوقت معاكم بيعدي بسرعة جدا، هسيبكم تسمعوا المسلسل وتبعتولي آرائكم وتعليقاتكم، وإن شاء الله استنونا في الحلقة اللي جاية وتكملة الجزء الثالث من الرجل ذو الوجه الآخر. كانت معاكم شيرين وجيه.